الجهاز الفني بالكامل يقال انه استقال، وعايز اقف عند اسامه نبيه، عايز اقف عند الكابتن اسامه نبيه، وعايز اقف عند يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر اللي عقودهم هتنتهي بنهايه الموسم. تمام؟ ويدوا بقى القرار لمجلس الاداره كمان بعد نهايه الموسم، يكون في تقييم للعيبه، مين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد ومين الاجانب اللي هتيجي، والفلوس اللي هتدفع لكل لاعب بعد كده، معايير الاختيار. عشان كده انا قلت مره واثنين وثلاثه يا جماعه، لابد ان يكون هناك لجنه فنيه ومدير رياضي، مدير رياضي ولجنه فنيه مع امير مرتضى منصور، امير اداري شاطر جدا جدا جدا، لكن لابد ان يكون في عين بتختار معاه ولجنه فنيه بتختار. الكابتن اسماعيل يوسف موجود، كابتن جمال عبد الحميد موجود، لكن لازم يتعمل لجنه فنيه، لازم يكون مدير رياضي يتحملوا كلهم المسؤوليه في اختيار اللاعبين ورحيلهم والفلوس اللي تدفع لهذا اللاعب، وهل يستاهل ولا ما يستاهلش. لازم الفتره اللي جايه يكون في تأني وهدوء في اتخاذ القرارات، ونعطي المسؤوليه لاصحاب المسؤوليه. يوم الاحد اللي جاي مستشار مرتضى منصور خارج، وان شاء الله باذن الله يكون في تقييم لكل حاجه. هم بقى لهم 3 ايام اجازه، هيرجعوا بكره للتدريبات باذن الله. عندنا ماتش مع البنك الاهلي هيقام في ملعب المقاولين العرب، هيكون الساعه 9:15. كل الماتشات باذن الله في رمضان هتكون الساعه 9:15 باذن الله. انتوا عارفين ان الفطار هيكون على 6 وشويه لغايه بقى نهايه رمضان ان شاء الله باذن الله، وكل الماتشات هتكون الساعه 9:15 باذن الله بتوقيت القاهره باذن الله. انا مش عايز الوم اي حد، لكن لعيبه اكيد بتلوم نفسها، الجهاز الفني اكيد مش راضي، معظمهم كمان من ولاد النادي ولاعيبه كره كبار زي الكابتن اسماعيل يوسف، كابتن ايمن طاهر، كابتن حسين ياسر محمدي، كابتن اسامه نبيه، كابتن احمد عبد المقصود، مستر فيريرا. كل الناس بتلوم نفسها اكيد وزعلانه يعني. لكن عايز اقول كلمه لاخويا الصغير اسامه نبيه. اسامه زملكاوي، كان لعيب مميز، وكان اصغر مني بحوالي 4-5 سنين. بدأ مشواره التدريبي في نادي الزمالك، ومن خلال نادي الزمالك راح للجهاز الفني لمنتخب مصر مع كوبر، قعد معاه سنوات وتعلم منه كتير جدا. ثم ذهب لزد، اعتقد لم يوفق في نادي زد، رحل عن نادي زد، يمكن درب الانتاج الحربي في الدرجه الثانيه، درب في السعوديه، ثم جاء اكتر من مره في منصب المدرب او المدرب العام مع جهاز كارتيرون وجهاز مستر فيريرا. صراحه جمهور الزمالك وانا واحد منهم زعلان جدا جدا من اسامه، لانه بحس انه بيستقيل اكتر ما بيقعد، وطول الوقت بيطلع اخبار اسامه ماشي، اسامه مشي، وعمل، وده كان موجود مش مع فيريرا فقط، كان موجود مع كارتيرون ايضا. وبعد نهايه موسم وفوزنا ببطوله الدوري برضه اسامه مشي، وكان عنده مشكله ومع كارتيرون، وكارتيرون كان عنده مشكله مع اسامه نبيه، ونفس القصه فيريرا كان عنده مشكله مع اسامه نبيه، واسامه نبيه عنده مشكله مع فيريرا. فلو هو اسامه شايف ان هو حاجه يعني صغيره عليه ان هو يكون مدرب عام نادي الزمالك، وشايف انه نفسه مدير فني، خلاص ما يبقاش طول الوقت امشي ارجع ارجع امشي امشي ارجع ارجع امشي. جمهور الزمالك زهق وزعل واتضايق لانه بيحب اسامه نبيه، وانا شخصيا بحب اسامه جدا، لكن كثره الاعتذارات دي خلت الموضوع بقى دمه تقيل قوي، لان نادي الزمالك قيمه كبيره جدا، واي مدرب فيه يعني بيكبره في السي في بتاعه ان هو ده كان مدرب نادي الزمالك. لو هو شايف ان هو مدير فني ما كانش يشتغل مدرب خالص ولا مدرب عام، خصوصا مع احترامي للكابتن اسامه نبيه وان هو يتم استشارته او لا. دايما المدير الفني هو نمره 1، المدير الفني هو صاحب القرار، خصوصا لما يكون خبرات كبيره جدا. ما شفناش ده بيحصل مع مستر كوبر مع اسامه نبيه في منتخب مصر، لكن شفناه في نادي الزمالك اكتر من مره، ودي علامه استفهام. اتمنى ان اللي جاي يدرب نادي الزمالك من ابناء النادي يعني ما يكونش كل شويه
يصدر للاعلام اسامه ماشي، اسامه قاعد، اسامه ماشي، اسامه قاعد، اسامه ماشي، اسامه قاعد. ما ينفعش، ومعك اكتر من مدرب. طيب نروح كمان لاتنين لعيبه من ولاد النادي، يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر. الاتنين مواليد 99 و2000. يعني يوسف اسامه نبيه هيتم 23 سنه، سيف فاروق جعفر هيتم 24 سنه. دول ولاد النادي وزملكاويه. ابتدى يسرب او ناس بتجتهد في الاعلام تقول لك في واحد منهم رايح الاهلي، في واحد منهم رايح النادي الاهلي. وفي نفس الوقت كل واحد بيبحث عن مصلحته، كل واحد عايز ياخد له 6 مليون، 7 مليون، 8 مليون، 20 مليون، اي وات ايفر. وده قرار مجلس الاداره. لكن انا عايز اقول حاجه، ان انا نفسي الاتنين دول يجددوا، بس اوعى تفتكر ان فكره ان لعيب ابن النادي يتقال انه رايح الاهلي عشان ياخد فلوس اكتر. لا، القصه دي ولسه بدري قوي. ان سيف لسه شايف لعيب واعد ولعيب مميز، عمل ماتشات حلوه وعمل ماتشات وحشه. ويوسف اسامه بدأ قوي جدا وعمل ماتشات حلوه جدا وبعد عن مستواه فتره. يمكن ده بيتأثر بمدير فني ومدير فني، لكن انا عايزهم يهدوا. مجلس اداره هيجدد معاهم في التوقيت المناسب بالسعر المناسب ليهم. ومش عايز اسمع كلمه يروح اهلي يروح، لان خلاص احنا وصلنا لمرحله اي لعيب عقده بينتهي وشايف مصلحته في حته تانيه ومش باقي على النادي يروح ويسيب النادي، بما فيهم يروح النادي الاهلي. لان النادي الزمالك لن يقف على لاعب، لكن نادي الزمالك بيقدر اولاده واولاده لازم يقدروه.